سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ احسن ما جربت. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اخترت لكم وصفه تحليه. هذه مده ما درناش تحليات وكانوا لحقوني بزاف رسائل في الانستغرام. احسن ما جربت دير لنا شويه تحليات تحضيرا لرمضان الكريم. اليوم ان شاء الله اخترت لكم تحليه بزاف هايله بسيطه اقتصاديه، تحضروها بالخف، ماشي كامل صعيبه. على بالي كي تبان لكم هكا، تبان لكم بلي تعقيدات ولا مينو، هي بزاف هايله وبزاف سهله. الا عجبتكم الفيديو تاعي البنات ما تبخلوش عليا بهذاك الجيم تاعكم الصغيور وكومونتير وبارطاج بين حباباتكم. بلا ما نطول عليكم الهضره، نروحوا نديروها كيف. اول حاجه انا هنا واش استعملت علبه تاع هاد البسكوي تاع بيفا اللي كنتو تشوفوا فيه، يعني حطيت لكم هنا حبه باش نوري لكم النوعيه اللي استعملتها فقط، مع نص علبه تاع هاد الكوفريت عفوا، تاع اللي تجي شوكو فاني، كنت رحيتها نصف خاشين كما كنتو تشوفوا فيها. هنا جبت 100 غرام تاع زبده، ذوبتها كانت بارده، ما نديروهاش سخونه بزاف. بقيت نضيف فيها هكا تدريجيا ونخلط فيها، يعني نحاول باش نشمخ كامل هذيك البسكويت تاعي بهذه الطريقه. هنا بقيت نضيف فيها، وفي فينالمون في الاخير ضفتها كامل هذيك الكميه تاع المارغرين حتى تحصل على هذا القوام. يعني حاولوا تحكموها بيديكم كي تعاودوا تطرقوا تتلايم لكم، ومن بعد تفتت لكم في يديكم كما درت لكم باش تفهموني مليح. جبت هكا قالب ولا سيرسو ولا استعملوا اي حاجه عندكم. انا درت هذا السيرسو كان القياس تاعو 20 على 20، درت له هكا الومنيوم من تحت، غطيته باش تجي الخدمه يعني سهله ونقيه. وحطيت فيه كامل هذاك لو بسكوي اللي شمخناه بلا مارغرين بهذه الطريقه. حبطته كامل ومن بعد حاولت نساويه باش تجيني طبقه متساويه، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه، يعني فقط غير بالملعقه هكا حاولت كامل نمشيه. ومن بعد هنا حاولوا تحكموا هكا عفسه كاس، ولا انا استعملت برك هذاك الغامض كان اللي كنت حاطه فيها لا مارغرين هاي ليك، وبقيت نضغط بها شويه. نتوما استعملوا كاس ولا استعملوا اي حاجه عندكم. ضغطت عليها كامل هكا، ومن بعد حسيت باللي في الاطراف يعني ما تشتاش مليح بهذيك الغامض، كان قالت ليش الطرف يعني القنوته. عاودت بالملعقه زيرت عليها شويه، وهاي لك النتيجه. نجول الطبقه الثانيه. هنا الطبقه الثانيه استعملت حبه تاع بنان، هاي اللي كنا وريتها لكم باش تشوفوا الحجم تاعها كيفاش داير، يعني حبه ماشي كبيره، حبه صغيره كفاتني باسكو درت سارسو صغير. اون بليس قطعوها رقيقه، يعني كي تقطعوها شرائح رقيقه راح تكفيكم وتجيكم قيس. انا جاتني حبه جاتني سواسوه في هذا السارسو، ستفتها كامل، قطعتها كاع رقيقه وستفتها كامل في القالب تاعي هاي ليك، يعني كطبقه فوق هذاك البسكوي. بالنسبه للطبقه الثالثه واش استعملت في كسرونه، حطيت نص لتر تاع حليب، كان حليب بارد عادي، ضفت عليه علبه تاع فلون نواره. احنا كامل يعني البيوت الجزائريه ما شكيتش كاين دار في رمضان ما فيهاش فلون نواره، يعني كامل البيوت الجزائريه رمضان ما يفوتش بلا فلون نواره. ضفت عليها مغرف كبيره تاع لا مايزينا، نزيدوا لها مغرف كبيره تاع سكر حبيبات، ومغرف كبيره تاع كاكاو. هنا بالنسبه للكاكاو حاولوا تستعملوا النوعيه اللي يكون لون تاعو بني، يعني اللي يكون حلو ماشي هذاك المر اللي يجيك حل. نخلطوهم هكا شويه بارد في بارد بالفوي حتى نحسوا باللي صاي انسجمونا مع بعض. هذيك المايزينا نحلت لنا مليح مع المكونات، ندوها فوق الفرن ونبقاو نخلطوا فيها، يعني كما نطيبوا الفلون نحسوا بلي شويه ثقلت لنا باسكو فيها المايزينا. ومن بعد نحوها. كي نحيتها وهي سخونه ضفت لها 6 قطع تاع شوكولاته، اي نوع عندكم. انا استعملت شوكولاته بالحليب، نتوما ديروا اي نوع متواجد عندكم. اللي تحبوا شوكولا نوار ديروا شوكولا نوار، تحبوا بالحليب ديروا بالحليب، يعني كيما حبيتوا. المهم ضفت 6 قطع. عاودت وليت لهذيك الطبقه تاعي اللي حطيتها تاع الموز، غطيتها كامل بهذيك الفلون اللي حضرناه كيف كما شفتوني. قلت لكم مقاديرها جد بسيطه، يعني موجوده في كل بيت. يعني هذا رمضان ان شاء الله راك حديروا حاله بهذه التحليه، صدقوني جات اكثر من رائعه وبنينه. يعني احنا كليناها في هذيك السهره، يعني جربتها منا، بردناها وصارنا بها، جات فريمون هايله. هنا خليتها بردت شويه، من بعد دخلتها الفريجيدير حوالي ساعتين حتى نحسوا بهذاك الفلون تاعنا برد. يعني هذه حاجه نعرفوها كامل المده، نتوما تتحكموا فيها. انا درتها من العشيه وكليناها في الليل. بعد ما نحيتها من الفريجيدير هاي ليك، نحيت لها هذاك الالومنيوم اللي درته كامل في القالب، نحيته كامل هكا، حاولت نحي كامل الاطراف تاعو، ما نحيتوش من تحتها باش كي نقطعها ما نجرحش البلاط تاعي. انا هذا هو البيت تاعي وانتم تعرفوا كيفاش تخدموا. نحيت ثاني هذاك السرسو هكا بكل سهوله، يتنحى لكم فاسيل، يعني ما يلصق لكم ما والو.
وهاي ليك النتيجة. شوفوا كيف جات الخدمة، جات بيان فيني وجات تشهي، يعني مام هي حاجة بسيطة لكن حنا كنغيروا فيها، يعني فقط حنا دي فوا الفكرة ما تكونش عندنا، ما يكونوا عندنا الصوالح مي الفكرة تاع التقديم ما تكونش عندنا. بالنسبة للتزيين البنات هنا أنا استعملت نفس الشوكولاتة اللي حطيتها داخل في الفلون، درت 3 حبات ربيتهم هكا في سكرفاج الرقيق كما راكم تشوفوا وحطيتهم كامل، غطيت بهم السطح. نتوما تحبوا ديروا كاكا وتحبوا تخلوها هكاك، تحبوا كيما حبيتوا في التزيين. انا فقط نحب نعطيكم هكا افكار بسيطه فقط، لكن صدقوني شوفوا كيفاش جات كيما النجاره، جا المنظر تاعها فريمون يشهي. تقدروا حتى ديروها للضياف في السهره تاع رمضان ولا غير حاجه تحمر الوجه. ومن بعد ضفت لها كامل هكا في الاخير كشغل تعفسه باش نكاسي لا كولير، بال هكا حبه شوكولا، وكان عندي هذه القلوب تاع تاع الحلقومه هذيك تاع السكر، حطيتها فقط باش نزين بها السطح. وفي الاخر شوفوا لي كيفاش جات، يعني صراحه المنظر تاعها جا بزاف يشهي. جات يعني اللي كي تشوفوها كتبان لكم اللي حاجه واعره حاجه كومبليكي، مي هي نو والله غير شفتوا يعني الوصفه حاجه سهله بسيطه وتفرحوا بها عائلتكم، تفرحوا وليداتكم، وتكون جات بزاف هايله. احنا صراحه سهرنا بها كليناها في نهارها. ان شاء الله يا ربي البنات تكون عجبتكم الوصفه اللي تقاسمتها معكم اليوم، ونكون لبيت الطلب تاع مشتركاتي تاع الانستغرام اللي قالوا لي ديري لنا وصفه تاع تحليات لرمضان. لا عجبتكم الوصفه البنات ما تبخلوش عليا بهذاك الجيم تاعكم والبارطاج بين احباباتكم. تهلاو في روحكم، سلام.